قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها. يبقى الفريق المقابل بيقول لهم ايه؟ روحوا خذوا الهه تانية. لن ندعو من دونه ايه؟ الها. ان ادعينا اله لقد قلنا اذا شططا، يعني تجاوزنا الايه الحد. هؤلاء ادي الفريق الثاني اهو. هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله آلهة متعددة، مش كده؟ لولا يأتون عليهم بسلطان بين. طب بس مش يجيبوا لنا حجة ان كلامهم ده صح؟ يبقى اذا الفريقين جم ولا لا؟ الفريق الاول اللي هم الفتية بتوع الكهف، الفريق الثاني المقابل اللي هم زي ما قالوا، يبقى قاموا قالوا هذا الكلام. فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن نتخذ من دونه آلهة. لقد قلنا اذا اتخذنا آلهة، يبقى قلنا شططا تجاوزنا الحدود. هات الفريق الثاني بقى. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. طب قولوا لنا حجتكم ايه؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا واذا اعتزلتموهم. اذا كلامهم لبعض بقى، ما دمنا اعتزلنا الفريق ده ووقفنا الموقف ده وربنا سبحانه وتعالى سدد كلامنا وقدرنا نجالد وسبناهم. اذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون ما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف. يلا نروح للكهف وننقطع عن البتاع ونفر بديننا الى مين؟ الى الله. فأووا الى الكهف. كهف ضيق. قال لا، اوعوا تقولوا الكهف ضيق، لاننا رايحين رحله لمين؟ مهاجرين لله. وما دام الكهف ضيق، الضيق ده يناسبه البسط والسعه. ده انتوا روحوا للكهف الضيق ينشر لكم ربكم من رحمته. ايه؟ شوف الكهف، هيقول للكهف واحد يقول الكهف ضيق، هنعمل ايه ونمدد ازاي ونقعد ازاي ونعمل ازاي؟ قال لك لا، ينشر له. ما هو ايمان قوي بقى. قال لك بقى احنا هو ينشر، ما ينشر يبسط ويوسع. يبقى المقابل للكهف ايه؟ نشر الله من رحمته. ينشر لكم ربكم من رحمته. يبقى اذا قالوها وهم واثقون ان الذي هاجروا اليه لن يسلمهم، وهيخلي لهم الكهف ده ايه؟ هو بصحيح خلى لهم الكهف، ولان النايم لو شايف واسع ولا ده، والنايم يربع في الدنيا ويطلع السماء ويروح امريكا وعلى كيفه. طبعا سيدنا موسى صلى الله وسلم على نبينا وعليه لما قالوا له انا لمدركون، قصه فرعون، مش قالوا له انا لمدركون، شافوا جنود فرعون وراهم وهم خارجين وادي البحر اهو، قالوا له بس خلاص احنا وقعنا. ماذا قال موسى؟ بص كده لقى الخير. ماذا قال موسى؟ قال كلا بملء فيه، ده يمكن تكذب بعد دقيقه واحده. قال لك يا كلا بلغتي ان معي ربي سيهدين. ما هو نعرف الكلام ده، ان معي ربي سيهدين. قال له اضرب بعصاك اهو دي ولا الكهف الضيق ده ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقه. الكهف ما فيش مقوم من مقومات الحياه ابدا، مقوم من مقومات الحياه مش موجود. كهف ضيق. قال له لا، ربنا هينشر الرحمه، وبعدين مقومات الحياه اللي احنا بنسميها المرافق، مش بنسموا الحاجات دي مرافق ويهيئ لكم من امركم مرفقه. اوعوا تقولوا ده ما فيش كذا وما فيش كذا وما فيش كذا. هو هيهيئ. ربنا اغناهم حتى عن المرافق، لان برضه لما يعوزوا يبقوا عايزين حاجه قال لهم لا، ولا تعوزوا مرافق حتى ننامهم مرتاح. ويهيئ لكم من ايه؟ من امركم مرفقه. وبعدين ربنا بقى بعد ما ضرب على اذانهم وعصمهم من ان الاصوات تزعج النوم وضرب على الاذان، عمل حاجه ثانيه، جاب الضوء عشان تعرف ان الضوء ده للنائم من اخطر ما يكون. وبعد ذلك اهو بينوا لنا خطر الاشعه دلوقتي، لما يعمل لك اشعه في حاجه ولا بتاع وبعدين يظهر اثرها فيما بعد وهو الى اخره، عشان نعرف ان الظلمه لها ايه؟ لها مهمه. وبعدين الشمس، طب الشمس نعمل فيها ايه؟ هو خالق الشمس، والشمس كله في فلك يسبحون، كل حاجه لها مدار. وترى الشمس اذا طلعت
تزاوروا عن كهفهم. تزاور يعني تميل. آمنت بالله الخالق، علشان الضوء ما يدخلش عليهم، يقوم يزعج الراحة بتاعتهم. وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، وعشان تشوف الدقة. وبعدين إذا غربت تيجي ذات الشمال، تبقى المقابل موجود ولا لا؟ الله. ترى الشمس إذا طلعت تزاور يعني إيه؟ تميل. ومنه الزور. هو الزور ليه زور؟ لأنه أصله بيميل عن الحق، مش كده؟ ويقول لك ملك مزور مني كده، مزور مني يعني مايل عني، بتقابلني كده وتبعد عني. ما هي المعنى واحد ولا لا؟ وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن إيه؟ عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. الله، ايه الحكايه دي؟ الشمس اللي لها فلك وبتسبح فيه ومش عارف ايه وبتاع، ربنا يغير لهم نظام الفلك؟ ايوه قادر، هو القادر يعمله. كلها في ايه؟ هو حر في يد القدره، يعمل اللي عايزه ويدي الشيء ويدي ضده شغلانه كبيره. وترى الشمس اذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، واذا غربت تقرضهم ذات الايه؟ وكلمه ادي احنا عرفنا الزور مين وتقرضهم. القرض احنا عندنا انك انت تطلع شيء من عندك تديه لواحد. طب الشمس لما كانت هتغرب هتيجي قبل الباب كده، قالت لهم انا هسلفكم ان ما جيش. تقرضهم ذات يعني امر غير حقكم، امر غير ايه؟ غير حقكم. وترى الشمس اذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، واذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وجعل الفعل من تزاور الشمس وانها تقرضهم فعل للشمس، كأن ربنا ضابط حركه الشمس على هي اللي تعمل من نفسها، مش عايزه كل حاجه كون ولا بتاع، زي ما تطبق القنبله الموقوته دي. وترى الشمس اذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوه منه، اي في ايه؟ الكهف. ذلك من ايات الله. وما دام قال من ايات الله، اوعى تقول ازاي الشمس تميل كده وازاي تعمل كده وازاي مش عارف ينام، ما اوعى تقولها، لانها من ايات الايه؟ ذلك من ايات الله. واحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق كله بقدرته، واعطى لكل مخلوق قانونه، انما مش المخلوق ياخد القانون ويقعد بقى يعمل به اللي هو عايزه. فيه قيومية على القانون يعطله ان شاء ويحركه ان شاء. ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. تحسبهم يعني لو رحت كده يخيل لك انهم ايه؟ صحيح. ازاي بقى؟ قال لك لانك شايفهم ايه؟ بيتقلبوا ويعملوا. ونقلبهم ذات الايه؟ قال لك نقلب. اهي كلمه نقلبهم دي من اعجاز الاداء القراني، لان الواحد لما ينام له اسبوعين على سرير في مستشفى ولا في اي حته يقول لك ايه؟ ده جاله مرض تاني اسمه قرحه الفراش. وقرحة الفراش دي أعاذنا الله جميعا منها ساعة ما تيجي شغلانة لا حد لها، فربنا يروح مقلبهم علشان برضو من ضمن الإعجاز الأدائي في القرآن. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه. كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ما هو الكلب هم كانوا يظهر رعاه أي حاجة، الكلب بتاعهم اللي وياهم باسط ذراعيه بالايه؟ بالوسيط. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. تشوف ناس مش كده وعمالين بيتقلبوا وعمالين بيعملوا ومش عارف ايه ومفيش واحد، ايه الحكايه دي؟ يقول لك تخاف منهم. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. برضو كلمة البعث لأن الموت، النوم الطويل ده شبهه بالإيه؟ شبهه بالموت. وكذلك بعثناهم، عشان قضية بينهم وبين بعض بقى، ليتساءلوا يعني يسألوا بعضهم إيه؟ بعضا، ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ يبقى الفريق الثاني اللي هيرد يقول إيه؟ الإنسان لما ينام
وكده ويشبع ويصحى، يعني يقدر انه نام قد ايه، ما يقدرش يضبط الزمن اللي نامه، انما يقدره على اكبر تقدير يحدث يوم او بعض يوم. اخذوا من هذه انهم لما سالوا بعض لم يجدوا شيئا في ذواتهم قد تغير عن يوم ناموا. الشباب هو شباب، شعر اسود شعر اسود، الصحه هي مش مثلا 300 سنه خلوهم يعجزوا، هم زي ما هم، بدليل انهم كم قال له لبسنا يوما او بعض يوم. لو ان واحد بص كده ولقى شكلهم اتغير، لقى الشعر الاسود ده بقى ابيض ولا عجزوا ولا كعم ولا عمل مش عارف ايه، كان يقدر يدي زمن مناسب لهذا، فقال ايه لبسنا يوما او بعض ايه يوم. وديا وقفت المجدوح حين يسأل عن زمن لا يدري كنهه، هو طويل عند الله انما قصير عنده. ولذلك احنا زمان قلنا في سورة البقرة كم لبست؟ قال لبست يوما. قال كم لبست؟ قال لبست يوما او بعض ايه يوم. قال بل لبست 100 عام. طب لما قال لبست يوما او بعض يوم ازاي قال؟ لازم ما لقاش في حاجه متغيره، فادى اطول المده اللي ينام فيها الانسان يوما او بعض يوم. قال له ايه؟ لا بل لبست، اضرب عن الكلام، بل لبست 100 عام. الله، طب ده مفيش حاجه اتغيرت فيه خالص. أم قال لك علشان انت صادق في يوم او بعض يوم مش هنكذبك، وانا صادق في انها 100 عام، فكيف يتأتى الصدق من الله في 100 عام والصدق في يوم أو بعض يوم؟ أهي الفزورة بقى. أم قال له وأنت ساعة ما جيت كان معك حمار، نعم، ومعك طعام عشان تاكل. طب بص للحمار بتاعك كده، أم بص للحمار لقاها عظام وتراب ومش عارف ايه، يبقى عظام وتراب يبقى مسألة يعني بقى لها مدة. إذا فالعظام والتراب من الحمار دل على أن الله صادق في أن 100 عام. طب ويوم أو بعض يوم؟ قال له وأنت صادق انظر إلى طعامك اللي أنت جايبه، ولا محمودش، هو طازة زي ما هو. يبقى الزمن بالنسبة للطعام يوم أو بعض يوم، وبالنسبة للحمار 100 عام. أم قال لك ودي يعملها مين؟ قال لك يعملها رب، لأنه هو القابض الباسط، ما يعملهاش إلا هو، ما يعملهاش إلا إيه؟ كذلك هم دول برضه. قال له كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا اللي بده ينهي الخلاف إيه؟ ما تسيبونا من الحكايه دي، ربكم اعلم بما لبستم، ما تتناقشوش في حاجه مش هنوصل فيها النتيجه. لا، ربنا بيقول انقل الجدل من شيء لا تستطيع ان تنتهي فيه الى شيء تستطيع ان تنتهي فيه. بلاش جدل في المسائل اللي ما تقدرش عليها، خلاص سيب دي لله، وما تقعدش تقعدوا تضيعوا طاقتكم في الكلام وشوفوا لنا الكلام المفيد. زي ما يكونوا جماعه بيتكلموا في كلام وينقلوا في الكلام ويقول لك سيبونا من الكلام ده بقى وشوفوا لنا الموضوع الفلاني. ادي الايه الكلام. قالوا ربكم اعلم بما لبستم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه. الورق يعني الفضه، اسمها الفضه، الفلوس كانت فضه بقى، يعني فلوس حجر، مش ورق زي دلوقتي. الى المدينه عشان يجيب لنا طعام، لانهم بمجرد ما استيقظوا ابتدات بقى ايه الحاله الاستثنائيه انتهينا منها، بقيت بقى الحاله الاستيقاظ بقى عايزين ياكلوا. فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما. جعانين، والجعان ده عايز اي حاجه ياكلها، يقول له لا بس لاحظ شوف لنا الحاجه الزكيه يعني الطاهره، يعني برضه عايزين يحافظوا على الحلال والايه، عايزين الحلال والحرام. ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه، بس يكون شاطر، اوعى حد يشوفه يتلطف كده ويدخل دخول خلسه كده عشان ما حدش يشوفه. هم فاهمين بقى الناس متتبعين ويقولوا اولاد الايه دول راحوا فين، وعمالين بقى العسل والدنيا وعايزين يشوفوهم فين، وليتلطف. يا سلام.
ولا يشعرن بكم أحدا. ليه؟ لأنهم إن يظهروا عليكم يغلبوكم، يعملوا فيكم إيه؟ يرجموكم، أدي واحدة، أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يبقى برضه احتياط مين؟ احتياط للدين. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، الله، وأن الساعة لا ريب فيها. أهنتم بس لسه في الدنيا موجودين، ومع ذلك نمتم هذه النوم وبعثناكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.